كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. تعالوا اقول لكم النهارده هنعمل مع بعض البيتي فور ازاي بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في البيت، ومفيش اسهل من كده بصراحة، والطعم خطير جدا. اول حاجة هنحتاج بيضتين، وهنحتاج صفار بيضة، طبعا البياض هنشيله. وبعد كده هنبدأ ان احنا نحط الفانيليا بتاعتنا، نحط كمية كويسة برضو عشان زفارة البيض. وبعد كده هنحتاج كيلو الا ربع من الزبدة، وهنبدأ بالمضرب كده ان احنا نضرب كويس جدا. وبعد كده هنبدأ ان احنا نحط بقى السكر بتاعنا. هنحتاج كوباية ونص من السكر البودر. وبرده بعد كده هنبدأ ان احنا نضرب بالمضرب السكر مع الزبدة كويس جدا. ونبدأ بقى ننزل بالبيض بيضاية بيضاية كده، واحدة واحدة، وبقى نضربها كويس، وهكذا لغاية ما التلات بيضات يخلصوا. دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا ننزل بالدقيق بتاعنا. انا استخدمت كيلو دقيق واحد. وبعد كده هنحتاج معلقة من الكاستر. طبعا المكونات اللي انا قلتها دي كلها لكيلو دقيق واحد. وما ننساش طبعا رشة الملح بتاعتنا. وبعد كده هنبدأ ان احنا نعجن. طبعا عايزة اقول لكم ان الطريقة مفيش اسهل من كده، يعني البيتي فور ده اسهل حاجة ممكن نعملها. دلوقتي بقى احنا عملنا بيتي فور اللي هو الفانيليا العادي. دلوقتي هنعمل بقى بيتي فور بالكاكاو. هنحتاج معلقتين من السمنة وعليهم معلقتين من الكاكاو، ونبدأ ان احنا نقلبهم مع بعض. وبعد كده هنبدأ ان احنا نحط جزء من العجينة السادة على اللي احنا عملناه دلوقتي، ونقلبه كويس مع بعض. وبكده يكون العجينة بتاعتنا خلصت خلاص. فاضل بقى ان احنا نشكل البيتي فور بتاعنا. طبعا نجيب بقى المكنة او القمع او اي حاجة نقدر ان احنا نستخدمها او متوفرة عندنا في البيت، ونبدأ بقى ان احنا نشكل البيتي فور بتاعنا. انا بحب الشكل اللي انا عملته ده حلو قوي. وندخل بقى الفرن على درجة حرارة متوسطة، وبس كده هيطلع معانا اجمد بيتي فور ممكن تاكلوه في حياتكم. بجد طعمه حلو قوي وبيدوب كده في البق. وبس كده، ده كان طريقة عمل بيتي فور. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي انا وماما في المطبخ. بس كده، باي باي.